السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. وبإذن الله النهاردة هعمل معاكم بوكيه ورد للعروسة. وردة بشكل جديد، وهعمل لكم برضو حاجات مختلفة في الديكورات بتاعتها. فأنا معايا هنا مجموعة ورد. أي مجموعة انتوا عايزينها، أي حجم وردة. دي وردة كبيرة شوية. في الوردة في منه أنواع كتير، في اللي هي اللوزة والتوليب، وفي البلدي، في القرنفلة، في كتير الشكل اللي انتوا عايزينه. فأنا اخترت الحجم ده. بتاع البوكيه ده 2 4 6 9 وردات. البوكيه ده 9 وردات. فبتجيبوا برضو اي عدد انتوا عايزينه. هو بيجي كده ماسك بعضه كده. وفي من الورد ده بيجي كل وردة لوحدها، بيبقى الفرع بتاعها اتخن من كده. هي بتبقى النوعية التانية دي احسن. اللي بيجي كل فرع لوحده بيبقى الفرع تخين شوية، وبيجي متقطع جاهز. فاحنا بنجمعه مع بعض كده ونعمله بوكيه بيكون اسهل. فاحنا معانا زي ده اهو. فهنحتاج في الموضوع ده بوكيه. معايا قصافة او بنسة، حاجة اقطع بها. معايا مقص طبعا. معايا المسدس الشمع اساسي. معايا السلك ده ايه بقى؟ ده سلك كده بيجي من محلات الخردوات. حاجة زي ستانلس، زي ألمونيا. هو الورد ده بيجي مخصوص للورد، بنعمل بيه اللولي والحاجات دي. بتيجي باللفة. فبيجي يعني مثلا احنا هنعوز للبوكيه ده لفة اللي هي 10 جرام. 10 جرام. بنحتاجه كام يا ربي؟ لا، 100 جرام. 100 جرام لفة، 100 جرام. بنحتاج 100 جرام للبوكيه. فمعانا دي مش ال100 جرام طبعا، دي انا عملت منها دول، وده الباقي بتاعها. معانا هنا الكريستال. الكريستال ده في منه احجام، في منه الوان اللي انا عايزاه. بس دي حاجه زي اوف وايت كده. الكريستال ده بحتاجه عشان اعمل بيه حوالين البوكيه. واللولي ده برضو بحتاجه علشان اعمل منه حوالين البوكيه برضو. وبحتاج الشريط ده. الشريط ده بيجي جاهز كده علشان بلفه على الايد بتاعه البوكيه. بعد ما بخلصه بيكون نازل الشراشيب دي. وطبعا بكرة ستان بيضة. طبعا لو انا عايزه اعمل اي لون تاني بنسق الالوان مع بعضها. يعني لو عايزه الوردة لون تاني بعمل اللولي برضه. عايزه اعمل ابيض ماشي، اعمل لون نفس اللون بتاع الورد ماشي، الستان برضه غيره براحتي يعني. ففي الاول كده هعمل معايا 3 اشكال. يعني معايا الشكل ده. ده اللولي بعمله بالشكل ده كده. بحط حوالين البوكيه. ومعايا الكريستال اهو. حجم الكريستال اصغر شويه. ومعايا برضو خرزة زي دي، هي فضي كده. برضو هدخلها معاهم اهو. فهو كده مع بعض اهو. وفي بوكيهات بتتعمل كلها من اللولي والحاجات دي بس. فهبتدي بقى اشوف هنعمل دي ازاي. اول حاجة هنعملها دي الاول. هنستخدم بقى ايه؟ السلك. هجيب بداية السلك كده، وبعدين اجيب اللولي. اجيب مثلا 7 وحدات لولي. يعني احطهم في السلك كده. هنقول على بركة الله الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. 2 3 4 5 6 7. عايزة احط اكتر، عايزة احط اقل، براحتي. بنزله من تحت كده طبعا. ايدي ساندة من هنا عشان ما يجريش في السلك كله اهو. ساندة كده. بسيب السلك طالع لفوق كده. مسافة حوالي 20 سنتي او 15 سنتي اهي. وبعدين بتنيها كده اهي. بمسك اول واحدة. بنزل دول تحت شوية، وبجيب اول واحدة اهي. بمسكها كده، بعملها كده من النص كده اهي كده. وبعدين بمسكها كده، ايدي الشمال ماسكه كويس هنا اهي قريب من اللولي.
وايدي اليمين بتلف لغاية اما ايه مسكتها اهي. فبلف كمان يعني حوالي 5 لفات كده. خليت الحتة الملفوفة كده حوالي 2 سنتي اهي. بقوم ماسكة بقى من نهايتها كده اهو، واقوم رافعة التانية اهي، خليها طولها اهي، واقوم ماسكاها برضو نفس الفكرة، امسكها اهي. دي طبعا هسيبها اهي، اقوم ماسكة دي كده من تحت، واقوم الفها كده، الف فيها لغاية اما اوصلها للزاوية كده اهي. برجع بمسك من هنا كده، واقوم رافعة دي كده واخليها طولها اهي. وبعدين اتنيها اهي اهي. بمسك بقى من هنا كده، بمسك من بداية الخرزة الاول الفها عشان تثبت ما تلفش اهي. وبعدين الف اكمل لف لغاية ما توصل للزاوية هنا اهي. وصلت اهي خلاص كده. بعمل التانية زيها اهي، بعملهم طول بعض. لو واحدة طلعت اطول سنة واقصر سنة مش مشكلة اهي. ارجع تاني ارفع لفوق اهي. وطبعا السلك معايا طويل علشان اعمل براحتي واخلص براحتي. بعد ما اخلص خالص بقطع اهي. برجع تاني اعمل كده، ارفع لفوق كده، لف كده، ارجع تاني ارفع اهي. انا ممكن اعمل 5 وحدات لولي، بس لو اللولي اكبر من كده ده مقاس 6. لو اكبر من كده بعمل بقلل، ما اعملش كتير كده، لان كل ما يكون اللولي اكبر كل ما بيكون تقيل وبياخد الفرع ويميل. فبحط عدد قليل، يعني لو المقاس الاكبر من كده اللي هو مقاس 8 ممكن احط 5 وحدات لولي بس، ما كترش. دي هنا خلاص اهي. وصلت هنا عملتهم كلهم اهو اهو. باجي بمسك هنا بقى بلمهم كلهم كده، وامسك بقى هنا الف كده الفرع بقى اللي نازل ده لغاية هنا كده. بقطع لغاية طول السلك اللي انا سايباه، بقطع اهو. ودي مش مهم الفها اوي، عايزة الفها جامد زي ما انا لفة فوق كده ماشي، مش عايزة خلاص هي كده كده، دي مش مشكلة كده اهي. دي اول واحدة عملتها اهي اهي. بفردها كده بعملها اهي. دي بقت كده ايه مجموعة اهي. ده احطها مكان البيبي فلاور. بعمل الشكل التاني برضو اللي هو كريستال، نفس الفكرة برضو. احط برضو اهو 7 وحدات كريستال. برضو العدد زي ما انتوا عايزين، ممكن اعمل 5 وحدات كده. بعمل من ده على حسب برضو اعمل كتير او قليل. يعني اعمل عدد كبير فروع من دي، عدد اكبر عايزه اكتر حوالين البوكيه كتير بكتر، عايزه اعمل قليل عادي براحتي. هنا بسيب برضه المسافه زي ما قلت لكم دي كده حوالي 15 او 20 سنتي. بتنيه بقى كده خلاص اهو. اول واحده اهي بمسك كده واقعد الف كده، الف كده، وبعدين بمسك من الزاويه دي كده عشان ارفع دي كده. خلي دي طولها اهي. الف بقى كده اهي. بلف التانية كمان كده. هي سهلة وبسيطة خالص. بعمل اي اشكال لولي، اي اشكال خرز، اي مقاسات، كله هي فكرة واحدة الفكرة دي، وبعملها على اي حاجة. سهلة وبسيطة خالص، مش هتاخد لنا وقت اهي. مهم. مش عارفة واضحة ولا ايه. مهم.
اهي باجي على نهاية الطرف اهو واقطع برضو. بس كده بس كده خلاص كده اهي. ده الشكل التاني اللي هو الكريستال. خلاص كده هركب بقى الحاجات دي. هبتدي اجيب البوكيه بتاعي بقى اقطعه من اخر نهايته هنا خالص، علشان انا عايزاه طويل. لو هو الفرع قصير ممكن اسيبه بدي، بس لو هو مساوي لبعضه حلو. لكن ده الفرع بتاعه طويل عادي اهو، وبس في وردة طالعة وردة نازلة مش مساوي. فانا هقطعه بقى من تحت خالص من النهاية كده علشان اسويه اهو. هقطع الوردة كلها اهو. بس كده خلاص. هبتدي بقى ان انا ايه، انا هشيل الفرع الاخضر ده، لان ده ناس كتير مش بتحتاجه، وانا ممكن مش هحتاجه في البوكيه بتاعي، علشان هو هحط اللولي. مش عايزه حاجه تغطي على اللولي، فهشيل اهو هشيل الورق الاخضر وهرجع لكم تاني. خلاص كده بجيب الورد بتاعي بمسكه كده بقى، بحط جنب بعض كده. ممكن احط 3 وردات كده مع بعض في الاول، وبعدين احط بره كده. اخليهم في مستوى واحد. انا همسكهم بس كده وبعدين اظبط بقى اهو. خلاص مسكت الورد بتاعي، ظبطته كده بالشكل ده مساوي كده زي بعضه اهو. بجيب حتة سلك بقى من دي، امسك الورد بتاعي كله من البداية من هنا كده، وامسكه جامد جامد جامد. انا مش عايزاه انا هلف السلك على بعض اهو. انا عايزاه يبقى جامد قوي اهو. خلاص كده ببتدي اجيب هظبط بقى الورد بتاعي كده. اجيب بقى السلك بتاعي ده كده والف كده، الف على الفرع. عايزه الورد يكون ممسوك جامد ما يتحركش اهو. بس كده خلاص. اظبط بقى كده البوكيه، خلي الورد في مستوى واحد. خلاص كده اهي. ظبطت الورد فوق اهو، خليت الورد في مستوى واحد كده اهو بالشكل ده. ببتدي اجيب الفروع بتاعتي دي بقى. انا طبعا اول سلك ده عملته جامد علشان ما يفكش مني. ممكن بقى اجيب حتة سلك تاني كده هنا والفه، بس ما يكونش او ما يكونش عامل قوي، ما يكونش مربوط قوي، مهوي حاجة بسيطة اهو. ليه بقى؟ لان انا عايزة هدخل الفروع دي، دخل الفروع هنا دي من قلبه ده كده. او ممكن اعمل حاجة تانية برضو. يعني انا ممكن
اربط السلك وادخل منه. يعني لو انا مهويه السلك ده، انا اصلا مش عايزه ده يبقى مهوي، ممكن اعمل واحد تاني من فوق مهوي كده واعمل منه، بس ايه عشان ادخل الفروع منها كده. لا، ممكن اعمل فروع تانية كده وخلاص، كده بالشكل ده كده، وبعدين ابقى اربطها تاني بقى عليها. الاخضر ده ممكن انزله تحت شوية، ده اخضر بسيط كده. ده عادي، ده عادي مش مشكلة. اسيبه بس ايه اهو تحت كده بسيط، عامل منظر كده. هنزلها لتحت بس كده عشان ما تبقاش طالعه لفوق قوي. في ناس ما تحبش اللون الاخضر ده خالص في البوكيه. فاهو هيحط بقى ايه اللولي بتاعي كده هنا تحت جنب الوردة على طول. ممكن احط واحدة كريستال جنبها اهي. ممكن احط واحدة من اللي هي الفضة دي جنبها كده، وافضل كده بالشكل ده كده. احط ايه، احط لولي، احط كريستال، احط الفضي كده. وطبعا ايدي دي انا بحط ايدي دي بتمسكها، شايفين بالشكل ده كده اهو. هحط كمان، هفضل احط كده اظبطهم برضو واحدة واحدة كده. كده بالشكل ده كده، شايفين هو هنا في المستوى ده كده. انا لو حابة اشيل الاخضر ده هشيله خالص. هكمل ده كله كده وهرجع لكم تاني. خلاص كده انا خلصت. حط الحاجات بتاعتي بالشكل ده اهي. فهو كده قليل مش كتير، بس انا هعمل ايه بقى، همسكه كده بالسلك علشان اعمل دور تاني. هعمل دور تاني، بس الاول امسك الدور الاولاني علشان ما يلفش مني ويتنكش مني وكده. فانا همسك الاولاني اهو كويس، هلف عليه بس لفتين تلاتة كده بالسلك بس كده. خلاص اهو، خلاص كده اهو. اسيب السلك طويل زي ما هو، لان هعمل دور تاني كمان. والدور التاني بقى هبقى اربط تاني بالسلك كويس. خلاص كده. الاخضر ده هنا تحت مش حلو، مضيع شكله شويه. فانا هرفع الاخضر ده لفوق كده، هدخله من بين الورد كده اهو، عشان كده يبقى شكله احلى. لان الاخضر هنا معاه مش مخليه ظريف. انا هطلع الاخضر ده في النص، يبقى فيه اخضر بسيط كده في النص. وانا لما انزلها لتحت كده، لما انزل الفرع لتحت هيبقى الاخضر نازل لتحت كده. فكده الورد كده اهو. هعمل دور تاني بقى اهو كده. خلاص هعمل دور تاني من الحاجات برضو اهي بتاعتي اهي. هحط من كل الاشكال بتاعتي. عايزه اعمل لولي بس ماشي، عايزه اعمل اشكال تانية ماشي اهو. كل ما بتقل كده بيديني منظر احسن، وبيبقى الشكل احلى كمان اهو. بلف البوكيه معايا كده واحط اهو. انا عايزاهم يبقوا واضحين كده، وده لو لفف كده احط تاني هنا. لو احتجت تاني هعمل كمان اهو. شايفين شكله جميل جدا، جميل جدا، احلى من ان انا احط بيبي فلاور كمان اهو. هحط كده، هشوف الحتة اللي محتاجة اللي فيها قليل. انا كده كده هظبطهم. وممكن احط الماس كمان، يعني في الماس بيتباع برضو في زي ده كده بس الماس، ممكن احط منه. خلاص كده خلصت كده. اجيب السلكة بتاعتي اهي، الف بقى حلو قوي. او انا عايزه بقى امسكه جامد جامد ان هو ما يفكش، ما فيش سلكه تطلع منه، لان العرايس بتبقى تتحرك كتير وكده. فمش عايزين حاجه لو واحده وقعت خلاص المكان بيهوي وممكن كله يقع بقى اهي.
كده اهي. اجيب واحدة سلك كمان والف لغاية تحت. الف عليه كله، لما اجيبه من فوق لتحت بيكون امتن لما الف عليه كتير اهو، واشد السلك جامد جامد اهو اهو كده، بيكون ماسك السلوك بتاعتي كلها اهي. طبعا انا هلف ستان على السلوك دي، ف مش هتغص ولا هتعمل حاجة اهو. البوكيه اهو، دي اهي زقت لفوق كده عشان ارفع لفوق اهي. هظبطه بقى، هدخل ده وهرجع لكم تاني. خلاص كده خلصت البوكيه، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله قوي ورقيقه خالص. انا ما رضيتش احط فيه لولي من جوه، كفايه اللي بره ده. شايفين ساده من جوه، ودخلت الاخضر، الاخضر كان مش حلو فيه. دخلت الاخضر زقته لجوه كده، دخلت جوه. فالاخضر لان الفروع الخضراء دي انا ما شلتهاش، فروع بسيطه يعني. فشايفين اللولي شكله عامل ازاي من بره، حاجه جميله جميله بجد، تحفه. عملته شوفوا جامدة، ما بتميلش ولا حاجة. اللولي لو حجمه أكبر من كده ممكن بتبقى تقيلة على السلك، بتاخد السلك وتميل كده، أو بتبقى بتتهز كده. لكن دي شايفين ما بتتهزش خالص، وجامدة كويس. خلاص كده الفرع بتاعي كده أهو. ببتدي لو في حاجة طويلة كده إن أنا بظبطها دي، ممكن اقطعها او ممكن اتنيها كده، اخليها طول بما ان هنا ضعيف فانا ممكن اتنيها كده وخلاص اهي. خلاص كده ببتدي، انا سخنت المسدس بقى، ببتدي اجيب الستان. هلف الستان بتاعي، فبما ان البوكيه ابيض فالستان هعمله ابيض برضو. خلاص كده هبتدي بقى احط شمع كده، وامسك الستان الف كده، ابتدي من فوق من هنا. انا هلف الستان وانا نازله لغايه تحت وهرجع تاني بيه لفوق. هلف كذا مره عشان ما احسش بالسلك خالص تحت ايدي وانا ماسكاه. الف كده، وكل ما الف احط نقطه شمع علشان ما يفكش اهو. لو ما عندناش مسدس ممكن بنولع شمعة وبنسيح بيها الصابع الشمع ونلزق وخلاص، على السريع كده مش هياخد حاجة اهي. هخلصها كده، هنزل بقى لغاية تحت وهرجع لكم تاني. خلص البوكيه بتاعي هو، بعد ما عملت الستان، نزلت بالستان وطلعت كذا مرة لان الفرع بتاعي هنا كان رفيع، فانا حبيت اتخنه شويه، فنزلت بالستان وطلعت بيه كذا مره، وعشان برضو اداري ملمس السلوك خالص. خلاص كده شايفين البوكيه بقى شكله جميل جدا، رقيق وبسيط ويعني حلو قوي. هبتدي بقى اعمل الشراشيب اللي هنا. الشراشيب اهي، هي بتبقى كده، فانا هحط نقطه شمع فوق هنا في البداية، وهلزق كده، ابتدي الزق كده اهي، والف كده، احط شمع برضو، احط شمع والف، احط تاني كده. انا كده وصلت للبداية اهي، بس كده الشراشيب قليلة، فانا هلفها كمان عليها لفتين ولا 3. الف، افضل احط كده والف عليها عشان تعمل لي شراشيب اكتر اهي، على نفس اللي انا عامله عليها اهي اهي اهي. احط تاني كده
افضل كده أهو. عايزاها تكون حلوة كده. ممكن الف دي كمان، مش بقى الا حاجة بسيطة اهي، هلفها وخلاص اهي. اهو. يعني بجيب حتة حوالي مثلا 20 سنتي، هي دي حوالي 20 سنتي، هو ده بيتباع بالمتر اهي. بجيب حتة حوالي 20 سنتي، لفيتها اهي. كل ما الف بتديني شرشيب اكتر اهي. خلاص كده لزقتها من فوق كويس كده خلاص. خلاص كده، شايفين كده؟ شايفين البوكيه جميل جدا، حلو قوي وهادي وبسيط وجميل خالص، مفيهوش فيه اي حاجة صعبة اهو. خلاص كده فكرتنا النهاردة خلصت اهي، يا رب تعجبكم وتكون سهلة وبسيطة، واستنوني في افكار تانية كتير، وسلام.